يسعد أوقاتكم يا أغلى متابعين. شو في أطيب من ريحة المسخن الفلسطيني لما تعبي البيت؟ اليوم رح أعمل معكم ملك العزايم وأصل الأكلات التراثية المسخن الفلسطيني بلمسة هبة. رح أحضره معكم بكل حب من نقعة الدجاج اللي بتخليه يدوب ذوبان، وخبز الطابون البلدي المتشرب بزيت الزيتون والبصل المكرمل. رح نمشي مع بعض خطوة بخطوة لحتى تطلع معكم صينية مسخن فخمة وش بتشهي، والكل يطلب منكم الطريقة. ركزوا معي بكل التفاصيل. بالبداية استخدمت حوالي كيلو ونص من البصل، قطعته جوانح وحطيته بالجاط، والسر هون هو زيت الزيتون، كثروا منه. ضفت عليه السماق البلدي، رشة فلفل أسود، شطة بودرة للي بحب النكهة فيها لدعة، ورشة بهار دجاج. وضفت كمان رشة بهارات بحرينية ورشة هيل بتعطي الريحة والطعم خيالي، وطبعا الماجي والملح. بعد ما خلطت البصل والبهارات ضفت الدجاج المغسول والمصفى ودفنته جوا البصل والزيت، غطيته بالنايلون وعلى الثلاجة ليلة كاملة. هاد يا جماعة هو سر الطراوة، الدجاج بيتشرب كل النكهات وبصير يذوب ذوبان. وهلأ جينا لتاني يوم. طلعت الدجاج من التلاجة بعد ما أخد وقته بالنقعة، وبدأت أصفت بالقطع بصينية الفرن، قطعة قطعة بهذا الشكل. شايفين كيف لون الدجاج متشرب كل النكهات والسماء؟ هذا اللي راح يعطينا الطعم واللون الفخم بعد التحمير. صفتهم كلهم بالصينية ودخلتهم على الفرن لحتى استوى الدجاج تماما. أنا هون بكون محامية الفرن على درجة حرارة 180 أو 200 وحسب فرنك طبعا. أنا بحط الصينية بالرف الوسطاني وبشغل عليها من تحت. وبنفس الوقت اللي كان فيه الدجاج بالفرن أخدت كمية البصل اللي ضلت مع كل الزيت الزيتون والنكهة اللي بالجاط ونزلتهم بالطنجرة على الغاز. شايفين كمية الزيت هاي؟ هي اللي رح تعطينا الطعم الأصلي ويدبل البصل. حطيتهم على نار هادية وبدأت أقلب فيهم لحتى تدبل البصل وصار طري تماما. وهلأ يا غوالي صار وقت التطبيق. جبت أول رغيف طابون وسقيته منيح بزيت الزيتون والبصل من الوجهين. شايفين كيف لازم نغرق الرغيف بالزيت ونوزع البصل على كل الأطراف؟ ما بدنا نترك ولا مكان بالخبزة إلا ويكون واصله نكهة البصل المكرمل والزيت البلدي. هذا هو اللي بيخلي لقمة المسخن تدوب بالتم. وقبل ما أكمل باقي الطبقات، حابة أذكركم يا غوالي، إذا عجبكم الفيديو وحابين تدعموا قناتي لمسة هبة لا تنسوا تضغطوا على زر الاشتراك وتفعلوا الجرس لحتى يوصلكم كل جديد. وأكيد اللايك منكم بيسعدني وبشجعني أستمر. وهون بدأت أجهز بالرغيف الثاني، وزي ما عملنا بالأول بنسقيه منيح بخلطة الزيت والبصل. شايفين كيف بوزع البصل على كل الأطراف؟ هاي الخطوة أساسية بالمسخن. لازم الخبزة تتشرب عصارة البصل والزيت البلدي لحتى تطرى تماما. بحب أعطي كل رغيف حقه بالتوزيع لحتى تطلع النكهة متساوية بكل لقمة. وبعد ما تأكدت إنه الرغيف الثاني صار جاهز، حطيته فوق الطبقة الأولى وبدأت فورا بتجهيز الرغيف الثالث بنفس الطريقة. كتروا بصل والزيت بالطبقات لأنه هو هذا اللي بيعطينا طعم المسخن الفلسطيني الأصلي اللي بنحبه. وهلأ وصلنا للرغيف الثالث والأخير، وهيك بنكون كملنا صينية المسخن. تعرفوا يا جماعة، المسخن أكلة اللمة والحبايب، وما في أحلى من جمعة العيلة على صينية واحدة. أنا دايما بحب أعمله بهاي الطريقة التقليدية البسيطة لأنه الأصالة دايما طعمها غير. دايما بحكي إن الطبيخ نفس، ولما نطبخ بحب لأهل بيتنا النتيجة بتطلع طيبة وبتبسط الكل. وهيك طبقات الخبز صارت عندي كاملة وجاهزة. شايفين كيف المنظر بيفتح النفس؟ حابة أذكركم يا أغلى متابعين، إذا عجبكم الفيديو وحابين تدعموا قناتي لمسة هبة لا تنسوا تضغطوا على زر الاشتراك وتفعلوا الجرس لحتى يوصلكم كل جديد. وأكيد اللايك منكم بيسعدني وبشجعني كمان إني أستمر. وبالنسبة للسماء اللي عم بتشوفوه، ضروري دايما تختاروا النوع البلدي اللي لونه بيكون أحمر غامق وفيه حموضة طبيعية، لأنه هو اللي بيعطي المسخن الطعم واللون الحقيقي. وهيك صار الدجاج عندي مصفط وجاهز فوق أرغفة الخبز والبصل. شايفين هالمنظر؟ شوفوا معي كيف الدجاج أخذ لون التحمير الذهبي الفخم، والخبز صار مقرمش ومتشرب النكهة صح. سلام.